السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل متابعينا عاملين ايه؟ ربنا ما يحرمني منكم ولا من طلتكم الحلوة عليا ولا كومنتاتكم الجميل. اما اللي اول مرة يدخل قناتي والشفاء فضلا منكم وليس امر، حطوا لنا لايك. ربنا ينصرهم في فلسطين وفي السودان واليمن وسوريا، ويولي من يصلح في سوريا ويصلح حال كل العالم يا رب، ويحمي مصر. اللهم امين يا رب العالمين. كنت فين يا شيري؟ عايزه اقول لكم ان دي خروجتي تاني يوم العيد، وقعدت نور ان انا اخرجها خروجه ملوكي. بس كان بقى تاني يوم العيد وكان ده اكلنا يا جماعه. ده اكل ايه يا شيري؟ عايزه اقول لكم اول يوم العيد وتاني يوم العيد والله ده كان اكلنا. انا كنت جايبه حوالي كيلو ونص كده بوري، كيلو ونص بوري. التلاتة دول يا شيرين كيلو ونص، اه والله يا جماعه كيلو ونص الا 100 جرام كده يعني. كنت جايباهم وقلت ايه اعملهم، ايه اعملهم في السيخ، بما انكم كنتوا عارفين انا شاطره جدا في الفسيخ وعندي نفس في اعماله سبحان الله. وببقى عارفه يعني إيه سواه وبيحتاج قد ايه وكده عشان يستوي يبقى كويس. وببقى عارفه يعني ايه عيبه لو في اي عيب وكده. فالمهم يا جماعه الحمد لله يعني. فقلت اما اكل ولادي اكله الفسيخ الحلوه دي، وقمت رايحه بقى جايبه له محل السمك اللي انا بصور فيه يا جماعه. طبعا اللي كان متابعني من زمان عارف شيرين بتصور فين وفي محل ايه. المحل ده عندنا في المنطقه بتاعتنا يا جماعه، في شبين الكوم في العزبه الغربيه عند كوبري السمك. تمام. طبعا سمك ام مكه او سمك مكه، يعني اسماك مكه. وقمت بقى رايحه جايبه البوري كده وعاملاه. بصوا شايفين بيطلع عامل ازاي؟ بنتي بتقول لي ماما ايوه انا عايزاكي تعملي بايديكي كده يطلع زي ام مكه اللي هي اللي بتاعه الفسيخ. بذمتك يا حبيبه كان طعمه ايه؟ كان طعمه جامد. اهو شفتوا. وبذمتك وبيطلع ازاي يا حبيبه زي ام مكه ولا لا؟ احلى احلى. سامعين بنتي؟ المهم يا جماعه الفسيخ كان تحفه، انا بقول لكم جامد اخر حاجه. وطبعا بقى السردين ده، عايزه اقول لكم السردين ده انا كنت عاملاه من قبل رمضان، من قبل رمضان. خدنا منه اللي احنا خدناه والباقي عناه، قلنا خلاص هنعينه العيد. عينته في التلاجة وبعد كده طلعته لقيته ناشف شوية، قمت انا بقى عاملة فيه ايه. لما طلعته من التلاجة كان عندي المية بتاعت الفسيخ اللي انا عملته ده، قمت حاطه بتاع ساعتين كده في المية. بسم الله ما شاء الله طلع طري وجميل وبقى ايه زبدة وعسل زي ما انتم شايفين كده. انا بقطع معاكم اهو، بصوا بصوا بوريكم ازاي. زبدة يا جماعة، بتاكلي حاجة كده طرية كده جميلة ما شاء الله، وطعم زي الفسيخ بالظبط. اللي عايز السردين يطلع معاه بطعم الفسيخ وكأنه بياكل لحم فسيخ، بعد ما تسوي السردين شيل المية بتاعت السردين وارميها خالص وخدي السردين بتاعك يا عسل انت وهي حطي في مية الفسيخ. شيرين ينفع حطيه يوم واحد بس، يوم واحد يومين اللي يريحك، بس مش اكتر من يومين عشان ما يتريش لانه بيبقى مستوي اصلا. تمام. ما انت بتشيليه بعد ما استوى خالص والدنيا تمام، بتقومي راميه الميه بتاعته وتقومي حاطه بقى في ميه الفسيخ، يطلع واخد لك طعم الفسيخ وما شاء الله. وده بقى كان ايه؟ كان اكلنا. الرنجه جميله اهي، والفسيخ اجمل، والسردين اجمل واجمل. ومعانا 2 شيبسي، واحد طعم الجبنه المتبله وواحد طعم الكباب. والبيبسي بقى رتلين البيبسي اللي هم ايه، حاجه ايه، حاجه تخليكي تاكلي كده وما شاء الله. اتفضلوا معانا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.